عشان تعرف انك لو لقيت موبايل في الشارع واقع اوعى تاخده، لان الشاب ده عمل كده وهيندم طول عمره، لانه هو راجع من الدرس شاف موبايل على الارض وخده، وبعد شوية الموبايل ده يرن، ولما يرد يتفاجئ انها واحدة ست صوتها غريب جدا وبتقول له انا موجودة في بيت في نفس الشارع اللي لقيت فيه الموبايل، لو سمحت تعالى بسرعة البيت لاني محتاجاك. طبعا الشاب ولا اهتم ولا راح في اي مكان، بالعكس ده رمى الموبايل في الشارع وقال ماليش دعوة وكمل طريقه عادي. بس وهو ماشي شاف 2 شكلهم حرامية ومعاهم كيس اسود غريب، ولسوء الحظ ان هم شافوه طلعوا يجروا وراه بسرعة، وهو خاف جدا وطلع يجري زي المجنون. وهو بيجري يدخل بيت كان موجود في نفس الشارع واستخبى فيه لحد ما العصابة دي تمشي. وبعدها بشوية الشاب يحاول يخرج من البيت ده، بس يتفاجئ بحد بيحط ايده على كتفه، ولما يشوف مين يلاقي واحدة ست شكلها مرعب جدا وبتقول له كنت بكلمك في الموبايل وقلتلك إن موجودة في بيت في نفس الشارع، بس انت قررت تقفل الخط، وعقاب ليك انت مش هتخرج من البيت طول عمرك. راح الشاب اتفزع من المنظر وقال لها انت مين، وطلع يجري بسرعة بس معرفش يخرج من البيت. وهو بيحاول يخرج يكتشف ان باب البيت اتقفل لوحده، فضل يخبط ويزعق مين هنا افتحوا الباب، بس مفيش صوت. جري بسرعة واستخبى في غرفة كانت موجودة جوه البيت، بس يكتشف حاجة غريبة جوه، ان هو يلاقي الموبايل لسه في جيبه رغم ان هو رمى الموبايل في الشارع بره. الشاب استغرب جدا وطلع الموبايل ده من جيبه لقى عمال ينور ويطفي، وبعدها ظهر فيه صورة نفس الست الغريبة دي. الشاب اتخض جدا من المنظر، وبعدها شاف جنبه كيس اسود شبه اللي كان موجود مع العصابة اللي بره. ولما راح فتح الكيس لقى جوه عدد كبير من الموبايلات المكسرة، ويلاحظ ان كلهم جاي عليهم رسالة مسجلة. راح خد موبايل منهم وفتح الرسالة دي، يلاقي مكتوب فيها اللي هيدخل البيت مش هيخرج منه تاني، وعشان يخرج لازم يحل لغز غرفة رقم 44 وهيلاقيها في نفس البيت، والرسالة تخلص على كده. طبعا الشاب واقف مش فاهم حاجة، لغز ايه ده وايه المكان اللي هو فيه وايه كل الدوامة دي، بس هو كان بيتعلق بأي أمل يخليه يخرج من هنا، فقرر ان هو يدور فعلا على غرفة رقم 44. الشاب يخرج بشويش من الأوضة ويتسحب في البيت، يكتشف ان البيت قديم وكبير جدا وفي سلالم عالية جوه، وكان في أبواب كتير وكل باب عليه رقم. شاف أرقام كتير وحاول يشوف رقم 44 بس مش لاقيه خالص. فضل يدور كتير لحد ما طلع الدور التاني ونور فلاش الموبايل وفضل يدور هناك، بس شاف حاجة غريبة جدا. شاف صورة كبيرة متعلقة على الحيطة، الصورة دي ليه هو شخصيا، كان ماسك في ايده موبايل وجوه الموبايل رقم 44. بس الغريب في الصورة ان لقى مكتوب جنبها صورة الشاب الذي توفى امس الساعة 4 يوم الاربعاء. هو ازاي ده؟ هو انا ازاي صورتي جت على الحيطه هنا؟ وهو بيقرا الرساله وبيشوف الصوره كان هيموت من الخوف، بس يتفاجئ بعدها ان هو يلاقي